بس السارق ليه يقتل؟ ولو قتل وسرق ليه ساب العربية والتليفون؟ ومنين أصلا الجاني عرف إن عبده معاه فلوس؟ وليه عبده وقف بعربيته بالرغم من إنه كان ممكن يهرب؟ الشرطة في الوقت ده حست إن الحكاية مش كاملة وإن حل كل الألغاز دي عند أحمد. وفي يوم الاثنين الموافق 23/9 أهل عبده بيستلموا الجثمان عشان يدفنوه في مدافن الأسرة، وبعدها أحمد بيفوق والشرطة تستجوبه ويقول إن أحد المتواجدين بالقاعة هو ومعاه 6 كمان على موتوسيكلين وقفوا العربية عند نزل الكعابيش من الطريق الدائري، وعبده حاول يهرب منهم بس ما قدرش. ولما حاولوا ياخدوا الفلوس منه عبده رفض وقاوم، عشان في الآخر الكترة تغلب الشجاعة وينهالوا عليه بالضرب والطعنات عشان ياخدوا الشنطة اللي عبده ما كانش عايز يسيبها. وطعنة منهم كانت في منطقة الصدر ودي اللي كانت السبب في الوفاة. وأحمد في 2 تانيين في نفس الوقت كانوا ماسكينه وطعنوه طعنتين، لكن ربنا نجاه عشان شخص معدي في نفس الوقت يطلب لهم الإسعاف. وفي نفس الوقت ده عبده كان بيلفظ أنفاسه الأخيرة. وبتكثيف جهود رجال البحث الجنائي تم العثور على ال7 مجرمين والقبض عليهم، واعترفوا بجريمتهم بالكامل ومثلوها، ودلوا الشرطة على مكان الفلوس اللي كانوا بالطبع صرفوا جزء منها. والمحرض الرئيسي كان الشخص اللي موجود في السبوع، وللحقيقة مفيش أي مصدر ذكر هل هو من العاملين في المكان ولا من المدعوين. وأيا كان هو مين، مجرد ما شاف الفلوس اللي بياخدها عبده نقطة لبنته شيطانه سيطر عليه عشان يتصل ب6 من أصدقاء السوق ويتفق معاهم على الجريمة، ويتم توجيه تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بالسرقة بالإكراه والشروع في قتل أحمد الصعيدي. وبيروح عبده ضحية ل7 مجرمين قلبهم حتى ما اتحركش لما أحمد قال لهم ده ملحقش يفرح ببنته، رغم إنه يمكن لو كان ساب لهم وقتها الشنطة كان زماني بحكي لكم قضية تانية، لكن في الأول وفي الآخر ده كان قدره.